في البداية كده أنا آسف على جودة الصوت اللي مش أفضل حاجة، بس أنا محتاج أقول إن ده بأقل إمكانيات عشان لسه القناة في الأول، والبداية في القناة من عند سلسلة أفضل أعمال للمنصات، وأول فيديو في السلسلة دي أفضل أعمال منصة شاهد. عايزك تصلوا على النبي ويلا بينا رقم 5 في قائمة النهاردة هو مسلسل سفاح، مسلسل بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف. المسلسل من نوعية الجرايم المأخوذة عن قصص حقيقية ومكون من 8 حلقات، يعني يخلص في يومين، ودي الصراحة أول ميزة فيه. ما فيهوش مط، ما فيهوش تطويل، وبالنسبة للأداء التمثيلي محدش ضايقني خالص. بالنسبة لي ده أفضل أعمال أحمد فهمي بره الثلاثي. الصراحة من السلبيات إن هم خدوا قشور من القصة الحقيقية، لو كانوا عملوا القصة الحقيقية زي ما هي كان هيبقى يطلع منها مسلسل أحسن من كده بكتير. واللي خلاها رقم 5 معانا في قائمة النهاردة هي النهاية الصراحة كانت متكروتة جدا، وكعادة مسلسلات شاهد سابوا تمهيد لجزء تاني رغم إن القصة ما كانتش محتاجة لكده. رقم 4 معانا هو مسلسل البيت بيتي، والبيت بيتين أنا أقصد الجزئين، رغم إن الجزء التاني ما كانش بنفس حلاوة الجزء الأول، بس برضه ما ضايقنيش، وهو يعتبر مسلسل على بعضه كده بجزئين. المسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مجنى جميل، محمد أوتاكا، ومجموعة كبيرة من النجوم. تأليف أحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد مرعي. المسلسل نوعية الكوميدي رعب، وكل جزء من الجزء مكون من 10 حلقات. وبصراحة أفضل حاجة في المسلسل ده الإخراج اللي كان عارف يوازن بين الرعب والكوميديا بشكل ما يخليكش تفصل لما يقول حاجة كوميدية في وسط الرعب وتفضل خايف برضه ومش فاهم ومتوتر. ويمكن اللي خلاه رقم 4 بالنسبة لي إن هم عملوا جزء تاني وما كانش بنفس حلاوة الجزء الأول الصراحة. كان أداء مصطفى خاطر ما كانش أفضل حاجة، يعني الصراحة كان كريم محمود عبد العزيز بالنسبة لي هو بطل. رقم 3 معانا هو مسلسل اللعبة، اللي ما أعتقدش إن في حد ما يعرفش مين أبطاله ولا حتى القصة، بس أنا هعمل حساب أسوأ الظروف وهقول كل المعلومات عادي. مسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، ومي كساب، عارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، ومحمد أوتاكا. تأليف أحمد سعدوالي، وإخراج معتز التوني. بالنسبة لي هو مش أحلى مسلسل كوميدي على شاهد، بس هو أفضل مسلسل عائلي على شاهد. مسلسل دافي كده وخفيف والعيلة كلها تتجمع عليه عادي. المسلسل مكون من 5 أجزاء، كل جزء 30 حلقة، وبالمناسبة الجزء السادس بيتحضر كمان. القصة باختصار عن لعبة مجهولة بتظهر في حياة 2 جيران وأصحاب من زمان، وبينهم تحدي لعب لذيذ جدا. مسلسل رقم 2 معانا هو مسلسل منعطف خطر، واللي الصراحة كان ممكن يبقى رقم 1 لولا اختيار البطل وهو باسل الخياط. أنا مش عارف ليه المخرج اختاره، هو ما ضايقنيش بس كان في أفضل منه، يعني كان ممكن يختاروه. مسلسل بطولة باسل الخياط، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، أحمد ماهر، حمزة العيلي، سلمى أبو ضيف. تأليف الكاتب محمد المصري، وإخراج سدير مسعود. ومسلسل مستوحى من المسلسل الأجنبي ذا كيلر، وهو من نوعية الإثارة الجريمة. والقصة باختصار عن بنت بتتقتل والضابط بيحقق في القضية والكل محلش تباع. مش هقول أكتر من كده عشان تتفرجوا وتتبسطوا بالمسلسل. صراحة أفضل حاجة فيه كانت إخراج للمخرج سدير مسعود، اللي كان بيدخلني في المود بكل حتة في المسلسل. المسلسل رقم 1 معانا وهو مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة. المسلسل ده بالنسبة لي وأقل عمل دموي في مصر. مسلسل بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، صدقي صخر. والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير. من وجهة نظري ده أفضل دور لآسر ياسين، ومنة شلبي كان دور من أفضل أدوارها برضه. بيحكي عن واحدة بتتورط في موضوع كبير لازم تهرب عشان الفضيحة، بتروح تعيش مع واحد عنده مشاكل عقلية وميول دموية، وبتنتقم من كل حد كان السبب في المشكلة اللي هي وقعت فيها عن طريق إن هي بتقتله بمساعدة الولد ده. ويا ترى إيه اللي هيحصل؟ وبس كده، دول كانوا أفضل 5 أعمال على منصة شاهد من وجهة نظري. وبس كده، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان القناة لسه بتبدأ حرفيا. ده أول فيديو، واكتبوا لي في التعليقات ايه أكتر حاجة محتاجة تتطور في الفيديوهات الجاية عشان أنا لسه ببدأ. واعملوا قائمة من وجهة نظركم عن أفضل 5 أعمال على منصة شاهد، واكتبوا لي آرائكم في الكومنتات وهرد عليها كلها بإذن الله. والسلام عليكم، وصلي على النبي.